السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الموضوع قاسح، موضوع كيقيس كل عائلة مغربية، واحد الهم كبير كيهزوه جدودنا وآبائنا، وحتى حنا ملي كنكبروا ونديروا وليدات كنوليو نهزوا ليه الهم. تخيلوا معايا، شحال من أب ولا أم كيضربوا تمارة حياتهم كاملة، كيتسلفوا، كيدخلوا في الكريديات، كيقطعوا من لحمهم غير باش يشريو ديك الدويرة اللي تسترهم وتستر وليداتهم. وملي كيتبروا كيبداو يفكروا يقولوا مع راسهم: اودي انا بغيت نكتب هاد الدويره لولادي باش ما يتناتفوش عليها ملي نموت وباش نضمن ليهم المستقبل. ولكن بمجرد ما كيفكر هاد الاب يمشي عند النوطير باش يقاد الوريقات، كيضربوا الضو ديال بصح، كيقولوا ليه راه كاينين ضرائب خياليه ومصاريف قاصحه بزاف كتسناك. الاغلبيه الساحقه ديال المغاربه كيطيحوا في واحد القالب خايب، كيمشيو يديروا داكشي اللي كنسميوه في القاموس اليومي ديالنا البيع الصوري. كيمشي الاب وكيقول لك: ندير راسي بعت لولدي باش نهرب من المشاكل ديال الارث. ولكن واش عارفين باللي هاد البيع الصوري يقدر يخرج عليكم وعلى وليداتكم ويشردكم نهائيا؟ كاين واحد السر، او بالاحرى واحد الحل السحري وقانوني اللي كيخليك تنقل ملكيه دارك لولادك بلا ما تخلص زباله الفلوس وبلا ما تفقد السيطره على دارك نهائيا. هاد السر الخطير غادي نكشفو لكم في الاخر ديال هاد الفيديو. داكشي علاش بغيتكم تكملوا معايا دقه دقه حتى الاخر. وقبل ما ندخلوا في المعقول، ديروا واحد الجيم خفيفه لهاد الفيديو وخليو ليا شي تعليق زوين لتحت باش تشجعوني نجيب لكم ديما الخبار اللي كتنفعكم في جيبكم. متفقين؟ يلا على بركه الله نكشفوا الوراق. نبداو بعدا بهذاك الفخ الاول اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس: البيع الصوري. تخيلوا معايا قصه ديال شي شخصيه من الواقع ديالنا، خالتك فاطمه ولا عمي ادريس، راجل مسن بغى يكتب الدار لولدو هشام ومشى دار معاه عقد بيع رسمي، بحال الا هشام شرا من عند باه. ولكن في الواقع هشام ما عطى لباه حتى ريال وما دازت حتى شي سنتيم بيناتهم. عمي ادريس دار هاد البلان غير باش يقطع الطريق بصفه قطعيه امام باقي الورثه باش ما يطعنوش في التفويت من بعد ما يموت، وكيصحابو راسو راه تفك من المشاكل. ولكن ملي كنجيو نشوفوا التحليل القانوني والضريبي كنلقاو بلي هذه كارثه وعواقبها الماليه وخيمه. اولا، اداره الضرائب ما كتعقلش عليك، كتحسب هذاك بيع حقيقي وتام، وخاصك تخلص التكاليف الباهظه والفوريه اللي كتصدرها رسوم التسجيل. خصك تخلص 4% ديال التسجيل الا كانت دار للسكن، وكتوصل ل 5% للاراضي، و6% للمحلات التجاريه. زيد عليها 1% ديال رسم المحافظه العقاريه، وزيد أتعاب النوطير اللي كتكون 1% للعقارات اللي قيمتها بين 300 ألف ومليون درهم، زائد 10% ديال الضريبة على القيمة المضافة اللي كتطبق على أتعاب النوطير. إلا كانت دار عمي إدريس ساوية مليون درهم، راه غيصدق مخلص كتر من 81 ألف درهم مغربي، تقريبا كتر من 8 المليون سنتيم غير في المصاريف المباشرة. شحال من واحد فينا وقعت ليه هاد القضية ومشى رزقه في الخاوي. وماشي غير الفلوس الكتيرة اللي كتمشي، كاين مكفس. هاد العقد الصوري مهدد بالبطلان المطلق، يقدر يفرتت العائلة ويخلق قطيعة رحم بين الخوت. الورثة الآخرين يقدروا يطعنوا في هاد البيع أمام القضاء المدني، والمحكمة إلا تأكدت باللي الابن ما عندوش القدرة المالية باش يشري، كتحكم ببطلان البيع وكترجع الدار للتركة باش توزع بالشرع. زيد عليها المصيبة اللي جابها قانون المالية 2026 اللي فرض دعايرة قاصحة ديال 2% على كل عقد ما فيش إثبات ديال الأداء عبر قنوات بنكية شفافة بحال التحويل المباشر. وبما أن البيع الصوري ما فيش أداء فعلي، غتخلص 2% غرامة اللي هي 20 ألف درهم في دار ديال مليون درهم. والكارثة الكبرى هي الضريبة على الأرباح العقارية TPI. الأطراف كيعمدوا للتصريح في العقد بثمن بخس باش يهربوا من رسوم التسجيل. عمي إدريس كتب باللي باع ب30 مليون والدار ساوية 100 مليون. نهار هشام يبغي يبيع الدار بثمنها الحقيقي لظروف طارئة 120 مليون، إدارة الضرائب غتعتبر باللي حقق ربح عقاري ديال 90 مليون درهم، حيث غتنقص ثمن الشراء الصوري من ثمن البيع الجديد، وغطالبوا فورا يخلص 20% ضريبة على ذاك الربح العقاري اللي هي 180 ألف درهم، أي 18 مليون سنتيم. واش شفتوا الدمار المالي؟ ودابا وصلنا للمعقول والحل اللي هدرت لكم عليه في البداية. هاد الحل سليم زوين ومصمم خصيصا للأسرة، وسميتو عقد الهبة. الهبة هي ملي كتملك شي عقار لشي واحد في الحال دون مقابل مادي،
وباش تكتسب الصحة المطلقة ديالها أوجبت مدونة الحقوق العينية صياغة التصرف في محرر رسمي عند النوطير أو العدول. المشرع المغربي داير امتيازات وإعفاءات ضريبية عظيمة لهذه الهبة باش يشجع صلة الرحم والتضامن العائلي. بموجب تحديثات عام 2026 فاش كيدير الأب هبة لوليداته، ديك رسوم التسجيل الغالية كتطيح لنسبة مخفضة واستثنائية ديال 1.5% فقط من قيمة العقار، عوض ديك النسب المرتفعة اللي كتاكل الميزانية في البيع الصوري. والأهم من هاد الشي كامل هو الإعفاء المطلق والكامل من ديك الضريبة القاصحة على الأرباح العقارية TPI. القانون كيعفي التفويتات عن طريق الهبة بين الآباء والأبناء إعفاء كلي، يعني هشام إلا شد الدار بهبة وبغى يبيعها من بعد ما غيخلص حتى سنتيم في هذيك الضريبة. باش نديروا مقارنة ذكية ومباشرة بالأرقام، شقة سكنية قيمتها 1,000,000 درهم إلا درتي لها بيع صوري غتقام عليك التكلفة الإجمالية التقديرية الفورية بحوالي 81,000 درهم مغربي، ولكن إلا درتي الهبة غتقام عليك فقط بحوالي 41,000 درهم مغربي، يعني وفرتي النص ديال الفلوس تقريبا وتجنبتي المخاطر الجبائية والقانونية الوخيمة. واش متفقين معايا باللي هادشي كيبرد القلب وكيخلي الواحد مرتاح ومطمئن؟ ولكن صبروا راني عارفكم شنو غتقولوا دابا في راسكم. غادي تقولوا لي اودي راه الا عطيت داري لولدي في حياني غيقدر غدا يتنكر ليا ويجري عليا ونلقى راسي مشرد في الزنقه. الهاجس الاكبر ديال اي اب هو الخوف من فقدان السيطره على منزله. هنا فين كاين السر السحري والحل العبقري اللي وعدتكم به في المقدمه. القانون يتيح تجزيء عناصر الملكيه، كيعطيك حل ذهبي، غدير لولدك هبه ديال حق الرقبه وغادي تحتفظ لراسك بحق الانتفاع مدى الحياه. شنو كتعني بالدارجه؟ كتعني باللي كتعطي لولدك ملكيه الاصل، ولكن كتبقى عندك الصلاحيه المطلقه والحق القانوني باش تستمر في استغلال العقار او لا تكريه وتدخل فلوس لجيبك، وولدك ما عنده حتى شي حق يخرجك او لا يتدخل في استغلالك. وملي كيتوفى الأب يعني المنتفع، داك حق الانتفاع كينقضي تلقائيا وبقوة القانون، وتلتحم الملكية وتصبح تامة للولد بلا إجراءات إرثية معقدة ولا رسوم جديدة لنقل الملكية. وزيدنا تتويجا لهذه الحماية كاين صمام أمان قوي عطاه ليك المشرع سميته حق الانتعصار، اللي هو الحق الثابت في الرجوع في الهبة، يعني الأب يقدر يفسخ عقد ويسترد العقار إلى شاف ولده عاق به. ولكن هنا فين خاصكم تحلوا ودنيكم، نعطيكم تحذير قانوني بالغ الخطورة. خطأ كارثي كيديروه المغاربة بحسن النية وحبا في الأجر، كيمشيو يوجهوا العدول باش يسجل التفويت تحت مسمى صدقة بدلا من هبة. إياكم ثم إياكم، الصدقة من الناحية القانونية تعتبر تمليكا لوجه الله، والقاعدة كتقول العائد في صدقته كالعائد في قيئه، مما يعني أنه لا يجوز ممارسة حق الانتعصار وممنوع ترجع في ديك الصدقة مطلقا وتحت أي ظرف. استخدام مصطلح الصدقة كيسقط أقوى الأسلحة الحمائية للآباء وكيخليهم عاجزين يسترجعوا أملاكهم بخلاف عقد الهبة. في الخلاصة يا أخوتي، تأمين مستقبل الأبناء غاية نبيلة، ولكن كرامتكم وأمنكم المالي مسؤولية كبر. كنصيحة من ذهب، توجهوا مبكرا نحو الموثق اللي غيصيغ لكم العقد بدقة وغيضمن شروط الاحتفاظ بالمنفعة وحق الانتعصار صراحة، وغيتكلف يسجل العقد في المحافظة العقارية فورا لتصريخ الحيازة. اطمئنوا يا آباء، القانون هندس باش يحميكم ويحمي ثمار كدكم. نتمنى نكون بسطت لكم هذا الموضوع المعقد. ما تنساوش ديروا اشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو باش ديما نجيبوا لكم المفيد. تبارك الله عليكم، وموعدنا في الفيديو الجاي.